لو هنمشي بنفس النهج بتاع السنين اللي فاتت يبقى احنا مش مواكبين فكر الممتحنين المتطور. يعني مثلا انا اصطدت كام فكره من نظام الاي جي، هاخد بيد واحده واحده شرح تفصيلي ليه دي ما تنفعش. مالكش دعوه باللي حصل ل 23، ده درس لينا عشان ننتبه. فبنيجي العيال يا عيني في المراجعات ان هي مش قادره، بس انت حاسس ان ربك معاك مش سايبك. دكتور جوزيه عامل ايه؟ ثانيه واحده بيه. عامل ايه؟ لسه ما بدأناش. بقول لك حمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. سنه سعيده عليك، وان شاء الله يعني تبقى سنه احسن من السنه اللي قبلها. يا رب يا رب. عملت قلق جامد السنه اللي فاتت. الحمد لنا كده اول حاجه كلمه كده عن 23 كانت اخبارها ايه؟ لا، هو دفعة 2023 دي دفعة حلوة جدا يعني، بالرغم ان كان فيها تحديات كتير، ان هم الاعدادية كانت ابحاث اولى وتانية كده اتطلقست شوية، بس يعني الناس اجتهدت اجتهاد كبير جدا يعني، ومن الدفعات المميزة جدا الواحد عمره ما ينساها بصراحة. بس يعني كان امتحان الكيمياء كان حاجه صعبه. حط عليه بلطه، حط عليه ويعني حط فيه. لا بصراحة فكرنا كده بأيام امتحان الفيزياء بتاع 2008. ايوه كنت ثانوية عامة 2009، فأنا كنت داخل ركبي بتخبط اصلا. زي دفعة 24 دلوقتي، أكيد ركبها بتخبط يعني. ما هو ده عايزين نقوله بقى دلوقتي. 23 او 24 شافت 23 وهي بيتحط عليها عيني في كل الحاجات، والناس كتير جدا طبعا في شويه تسريبات زي ما سمعنا في الفيزيكس والحاجات دي، فهم كلهم قلقانين مين اللي جاي من 24. طب احنا ممكن نعمل ايه اصلا عشان نقلل الخوف ده، ونقول لهم هنعمل ايه مختلف عن 23 عشان على الاقل يخش هو مرتاح؟ قول. هو دفعة 2024 لو هي هتفضل تقلق عمرنا ما هنعمل أي حاجة خالص، لأن لو في قلق هيعالج أنا موافق. تمام. فكرة كلها امتحان عادي صادم يعني، بشرة خير كده. لما أنا قلت لك على 2008 امتحان الفيزياء كان مرعب، كان حاجة من الأولمبيات والحاجات الجامدة دي. 2009 اللي أنا امتحنتها امتحان مباشر، كان حاجة زي العسل. ده كان في حتى العيال هتفهمني كده، الفي بتساوي اي في ار، مسألة بتيجي كده في بتساوي اي في ار، ده كان مباشر. فاحنا علينا ان احنا نجتهد، هنتعب، هنغير من التفكير تماما، لان انا شايف بصراحة لو هنمشي بنفس النهج بتاع السنين اللي فاتت يبقى احنا مش مواكبين فكر الممتحنين المتطور. كويس. ان خلينا نعترف ان بقى في تطور في فكر وضع الحال طبعا، ووضع الاسئله. الناس بتحل من كتب خارجيه كتير محترمه جدا، ومن ملازم كتير جدا. فكر الامتحان، طريقه السؤال اتجددت. تمام. احنا بقى لازم نعمل ايه؟ نواكب الفكر الجديد. يعني مثلا انا اصطدت كام فكره من نظام الاي جي، كان من اسئله الاي جي بتاعت الكيمستري. كويس. فانا تجهيزاتي للسنه الجديده ان هيبقى في زي حصه مجمعه افكار من الاي جي والامريكان بخصوص الشابتر اللي احنا بنتكلم عليه. الصياعه دي حلوه دي. ما طبعا هو لازم اعداد صح من المدرس عليه بقى مجهود كبير بصراحه. اعداد صح، فكر جديد، تطور في البحث عن نوعيه الاسئله. اهم نقطه بقى تعدد الاسئله. يعني انا بيضايقني جدا جمله لا هو ملزمتي وكفى. الكلام ده بصراحه يسوح الطالب في اي ماده. بالظبط. فاكيد الملزمه دي ممكن ما تكونش مغطيه حاجات كتير. طبعا الا بقى لو انا عامل لك ملزمه بوكلت 500,000 ورقه، ساعتها اكيد انا ناقش كل حاجه بالظبط كده، ومش هنلاقي الوقت اللي احنا نحلها يعني. يعني ان احنا نجيب الافكار دي، نجمع، نحذف بقى الافكار المتكرره، كل فكره سؤال. طيب يعني انت مثلا هتجمع ايه جديد السنه دي؟ يعني مثلا السنه اللي فاتت كنت بتحل مثلا مصادر كتير، ممكن تعمل ايه السنه دي؟ السنه دي زي ما قلت لك، رقم 1 هنبص على اسئله الاي جي بما يواكب منهج. كويس. 2 عايز احل اسئله من الكتب الخارجيه، لان الكتب الخارجيه من النوعيات الاسئله بتاعتها مختلفه. في بعض الطلبه تقول لك لا، يعني كومنتات بشوفها على الفيسبوك لغايه دلوقتي في الجروبات، لا بقى ابعد على الكتاب ده فكره عالي. طب ما اللي حصل السنه اللي فاتت ايه؟ عالي بزياده، وكان بصراحه الطلبه محتاجه وقت اكتر من 3 ساعات. يعني انا ما عنديش مشكله اللي يجيب 60 من 60 في الامتحان ده، بس اديله 4 ساعات. اما الطالب الخارق اللي جاب ال3 ساعات ده في المحافظات، شفنا ارقام حلوه كتير، وكان معانا بعض الطلبه 59 58 و60 اللي جابها بالوقت ده رائع. فاحنا عايزين هنحل من كتاب من بعض الكتب الخارجيه، مش هنقول اسمائها يعني دلوقتي، بس ممكن نقولها لان الطلبه بصراحه بتشتغل يعني مظبوط. يعني كتاب مثلا زي المعاصر طبعا هنحل منه. كتاب في منتهى القوه واسئلته عن فرازه بصراحه، كتاب الوافي. ده كتاب انا برشحه للطلبه في ماده الكيمستري لغات، وانا لسه هينزل في السوق قريب جدا يعني، الى جانب اسئله الاي جي.
وطبعا كل ده الى جانب اسئله ملزمتنا اللي هي بتتضمن ايه؟ كل اسئله الوزاره اللي بقى تجريبي ودور اول ودور تاني. طيب الحاجات دي هتبقى متاحه لمين بالظبط؟ احنا عندنا يعني انا اسف يعني، بس انت ما شاء الله عليك مشهور جدا في منصات كتير، يعني ناس كتير جدا بتتكلم ده في دكتور اسمه دكتور جوزيف حلو جدا بيهزر بيعمل وبيحل وحاجات كتير كده. قول لي بقى الناس دي وشافت كتير حاجات على اليوتيوب وحاجات على المنصات وحاجات في السنترز، قول لنا بقى مين هنعمل معاه ايه؟ طيب احنا ان شاء الله بقى السنه دي هنشتغل على قطاعين. كويس. سناتر، والحمد لله ابتدينا نكون موجودين في اكبر من يعني اكتر من مكان، على يعني ذكر الامثله يعني مدينتي والجيزه وشبرا ومحافظه الفيوم. في الجيزه خلاص. خلاص طن بقى في الجيزه بالظبط. كان في طلاب كتير بيسالوا هناك. والجيزه دي انا ما انساهاش، لان من اول السناتر اللي انا نزلتها كانت زمان في دفعه بعد الكورونا، كانت في منطقه الجيزه. كويس. وكان دفعه ما شاء الله في منها دلوقتي اللي من صيدله وفي هندسه، فمكانها بالنسبه لي حلو. يعني فن حلو كده. فالحمد لله حضرتك موجود السنه دي في الجيزه. موجود في الجيزه وموجود في شبرا ومدينتي والفيوم، وكمان ان شاء الله قريبا في اماكن تانية يعني ان شاء الله. ومصر الجديده طبعا شيراتون طبعا من المناطق القويه جدا يعني. كويس. بس كده انت جاي طالب السنتر. ده كده طالب السنتر. كويس. كمان طالب السنتر حتى هنشتغل معاه بنظام اسمه الهايبريد سيستم، اللي هو المزيج. يعني ايه؟ احنا طبعا الوقت مع الشغل الكتير، وقت السنتر عمره ما يكفي للاستفاده الكامله كلها. مظبوط. فاحنا هنشرح مع الطالب، هنتناقش معاه، هنبدا نحل زي كلاس شيت كويستشنز، نمشي ايدينا. لكن باقي الاسئله كلها هنخليه يشتغل على المنصه. طبعا احنا موجودين في منصه واحده بس السنه دي، منصه سيجما اكاديمي يعني. والله سيجما مستر شريف طبعا يعني اللي ماسك سيجما اكاديمي يعني. فاحنا ان شاء الله هنكون على منصه سيجما اكاديمي. الطالب بيكون ليه الكود ان بيخش طالما حضر في السنتر، ليه كود بيخش على الحصه مجاني، يسمع الشرح تاني، يكمل بقيه الاسئله، ياخد اسئله الواجب واسئله المعاصر اللي اتفقنا عليها والواسي والايجي واحده واحده. يعني دلوقتي هو ينزل في السنتر وبعد كده يروح يلاقي الحصه الثانيه. طبعا حصه كامله فور فري، ودول فور فري. لو حضر الحصه ياخدها فور فري. هي موجوده طبعا محتوياتها كامله، وطبعا هيمتحن الامتحانات عليها. ما فيش دخول حصه غير لما يفتح موبايله ونشوف الامتحان. مظبوط. درجه. وهتابع ولي الامر طبعا. بابا وماما تعرف يعني. لا بابا وماما، هو الواد بس غلطته يبقى عبيط لو ده سبميت للامتحان، بس هيدوس سبميت درجه راحت عند بابا وماما الحمد لله. خلاص كده سوحته يعني. وضحت. بس عاده يعني طالب علمي والناس اللي كان معاك كانت ناس ملتزمه جدا، يعني كانت ناس شطار. يعني في بصراحه احنا مش هنجمل الصوره يعني. هم هيشوفوا في الفيديوهات بتكلم معاهم زي اخوهم، هنهزر وهنتكلم كلام الشباب وهنتكلم بطريقه يعني شبابيه، مش جو يعني اتحدى ان شاء الله مش هيلاقوا اي ملل. هنتكلم بمنتهى الوضوح. ففي طالب بيحاول يلتزم ويجتهد، في طالب داخل ابيض بس مع مرور الوقت مستواه بيعلى جدا، وفي طالب يعني رائع، هو جامد وشديد، مستواه بيفضل يعلى، بيكون مرشح وانا عيني عليه، ده 60 من 60 خلص. طيب يعني انت اللي بتحاول تساعدهم ازاي؟ المساعدين بتوعك ايه؟ لنا كده على نظام المساعدين، نظام الاساسات بتاعك. طيب طبعا احنا معانا اسيستنتس علميين، كله يعني فريق علمي برضه من سن الشباب، عشان ما يحسوش ان بيكلم واحد عنده 50 سنه 45 سنه. طبعا مع احترامنا طبعا دي خبرات قويه جدا، بس لا، سن برضه الشباب هنهزر معاه ونتكلم معاه. في دعم نفسي، في فقرات بنعملها كده، بنطلع زوم لايف سيشن، تعالوا نحكي عن المشاكل. كويس. حلو. وفي طبعا اسئلته العلميه. هو طول الاسبوع ممكن بيقسم جدوله، لا انا هحل شويه النهارده من الهوم ورك، شويه من الوافي، شويه من مش عارف مصدر ايه، شويه من ايه، فبيقف قصاده اسئله فبيبعتها على الجروبات بتاعتنا سواء تليجرام او واتساب، والفريق بيرد عليه فورا. كويس. طب في بقى حاجه تاني، معلش يا دكتور احنا عايزين الاجابه من حضرتك، يعني احنا حضرتك هتفضل تطلع لنا على شاشه بس؟ لا، انا هكون موجود مع الطلبه كل اسبوعين في زوم لايف سيشن، طالعين بس مباشر من الاستوديو، هيشوفوني قصاد الكادر والكاميرا كل الحاجات كل ده، وانا بتنطط بالظبط وبالجنان وبالحركات وبالحلاوه. هبقى طالع صوت وصوره، بنكون بنجاوب على اسئلتهم، وكمان ممكن بنكون حل بعض الاسئله كده مثلا بندردش فيها في بدايه الحصه، وتعالى بقى اسالني وتعالى اتكلم معايا شخصيا ارد عليك. كويس. يعني جاي طالب السنتر ده هياخد الحصه في السنتر، هيتفاعل معاك في السنتر، وبعد كده يروح البيت يلاقي الحصه بتاعته موجوده على المنصه. صح. ويلاقي الاسئله كمان دي الاسئله اللي بيحلها في السنتر. طب ويلاقي كمان المساعدين معاه
ان هم على كفاءه بدرجه عاليه بكفاءه، وكمان حاجه تعمل لهم لايف سيشن كل 15 يوم. صح ده كده الراجل ده اتسجل في السجافه المتينه على الاخر كده شرح لوكس التربو كمان. كده اخد الشرح المبسط بالتفصيل كده بطريقه جميله. اخد الكلاس شيت، نتدرب على حل الاسئله، خش على واتبك، خش من مصدر اول من مصدر تاني، ونهايه الحصه طب ما تيجي نعمل خلاصه للحصه كلها، هتبقى حصه جميله ودسمه يعني. زي الفل. طيب الاونلاين بس عندك حوالي كتير في اسكندريه اسكندريه دي جميله. او اكتر بس من اسكندريه. اسكندريه دي ليه تاني عندي؟ لا الطلاب الاونلاين بقى ده باشا حلو. قاعد على منصته مجهزه، يعني تعبنا فيها وحضراتكم تعبتوا فيها جدا عشان نطور يعني من كل الفيتشرز اللي جواها. هيخش حصته بتنزل له ثالثه ثانوي كل يوم خميس، يظبط بقى جدول. ما عنديش مشكله ان يقسم الحصه على مرتين، كل يوم خميس عنده حصه جديده. هيخش هيلاقي الحصه منظمه، بيبدا بامتحانه، يخلص نفتحه عند ولي الامر. ما جابش درجه، لا هتعيد الامتحان يا كوكو. حلو الكلام. طب تخلص خش على الشرح. هنعمل حاجه جديده، ان ما بين بارت 1 شرح وبارت 2 هنحط له كويز على بارت 1، سؤالين 3 كده مش تعجيزي، بس عايزين نشوف يا ابني انت كنت مركز مع الراجل اللي عمال طالع عينه ده ولا ايه الدنيا. واول ما نخش على بارت 2 هحل له 3 اسئله كويس، اقول له ليه جاوبنا دي. نخش على الشرح خلصناه، ينزل على طول بشكل منظم جدا. هيلاقي بارت اسمه كلاس شيت، ده 30 سؤال كده ولا حاجه، بنمشي ايدينا عشان نعلمه يفكر ازاي، ما الاسئله متغيره. يعني كده في اسئله من اول مره على طول من اول طلعه هاخد بيد واحده واحده شرح تفصيلي ليه دي ما تنفعش، طب لو غير الكلمه دي ساعتها اللي ما تنفعش تنفع. هناخد 30 سؤال نعلمه يحل ازاي. خلص اتفضل يا باشا واجبك من ملزمه، هتسلمه يا باشا. طب ما الهوم ورك، طب انا عندي ال 100 سؤال ده عندي 20 سؤال ما انا مش عارف تفسيره ليه، ما انت بتنزل موديل انسر انا عايز حل. هنطلع طبعا نحل سؤال سؤال. خلصناه هنخش على اسئله المصادر. وفي برضه حاجه لطيفه جدا لشباب اليوتيوب، ان حل اسئله كتاب المعاصر بالذات، يعني من الكتب المشهوره جدا لدى طلاب الثانويه العامه، يعني هيكون نازل على قناتنا على اليوتيوب بالمجان كل اسبوع بشكل منتظم. خلصنا اول اسبوع اول درس يبقى حل المعاصر هينزله على اليوتيوب. تاني اسبوع خلصنا الدرس، طب خد حل اسئله الدرس التاني. كويس. وكمان شباب اليوتيوب هيكون ليهم ميزه تانية برضو، ان المراجعات اللي هنعملها على كل شابتر مش هستنى بقى مراجعات نهائيه وجو الكلام الفارغ، ما ينفعش بالظبط. خلصنا الشابتر مراجعه عليه شرح وحل. كويس. هينزل بالمجان على اليوتيوب كمراجعه فقط. لكن طبعا محتوى الحصه كامل طالب المنصه لا لازم يفرق عن طالب اليوتيوب. تمام. هياخد المحتوى كامل. كويس. لكن اليوتيوب موظف حل اسئله المعاصر، مراجعات كل باب، مراجعه نص السنه بس. يعني طالب اليوتيوب ده ممكن ان هو بيحاول يذاكر مثلا من اي مصدر، ممكن يجيب الملازم بتاعتك برضو صح، يحاول يذاكر من المصدر ده وهيلاقي حل المعاصر موجود صح. في نهايه الشابتر هيلاقي مثلا زي حصه الميلو تاني صح، بحيث ان انت تكون موجود على كل الاصعده، تحاول تساعد. عايزين نغطي كل القطاعات، طلاب سنتر ويوتيوب ومنس. كويس. يعني احنا كده حاولنا نجيب كل المعلومات عن طالب السنتر ممكن يحصل معاه ايه، عن طالب الاونلاين ممكن يحصل معاه ايه، عن طالب كمان اليوتيوب ممكن يحصل معاه ايه صح. طيب تنصح بطالب السنتر، تنصحه تقول له ايه يعمل ازاي نظم يومه، لان انت عارف يعني هيبقى جدوله مليان على اخر. وتقول ايه الطالب الاونلاين اللي عنده حصص 10 ساعات 12 ساعه 15 ساعه صح. بس ويوتيوب بقى ربنا يعينهم ان شاء الله ان هم يقدروا يكيفوا حالهم. قول لنا كده طالب السنتر يعمل ايه. طيب طالب السنتر رقم 1 لازم الفتره دي او لازم يقتنع بحاجه، اول شهر يعني يتكيف نفسيا مع نفسه ان هو هيجرب كويس، ما يحسش ان هو تايه. يعني وارد ان يروح يجرب مدرس ما يكونش ملائم، عادي غير. اول شهر معروف الثانويه العامه ده للتجربه. في ناس بتقلق واولياء امور يعني ايه ده كده مش سالك في الماده، لا ده طبيعي اول شهر يظبط دنيته. يعني احنا دلوقتي بتنصحه نصيحه عامه مش بس دكتور جوزيف بس، لا انت بتقول له جرب براحتك حتى مدتي يا باشا، لا جرب براحتك. ما تحاولش تحت فكره الدعايه للناس ان هو يلحق روح هنا. لا ما هو العيال للاسف مظلومه الدعايه دي. يعني الولد اصبح از برودكت او كمنتج. دماغه هتشوف بلاوي وعينيه هتتعمي. لا قرارك شخصي، لان انا ممكن اشكر عادي بدكتور جوزيف عادي كويس قوي في طالب انا مش متكيف مع طريقه شرحه بس عجبني حد تاني يحترم. كل طالب لقط من مين مش بفكره دعايه، ظبط وعرف ورسك بالكتير قوي على شهر 10 يبدا يكون منظم جدوله كده، ان الحد اقصى يكون في اليوم مادتين. في طلاب يا عيني بتقول لك لا انا اخد في اليوم الواحد 4 حصص واخلي يومين فري. ما ال4 حصص دي مش هتعمل حاجه، انت هتسقط. تخيل بيكون حاطط كيمستري فيزيكس بعد كده ماده لغه انجلش بعد كده عربي،
ده هي سودا، ربنا يعينهم على العربي بصراحه. طب احنا عندنا منهج العربي ده متحرر، ده ربنا يعينهم، ده متحرر يا باشا. هنديك شويه قواعد كده وابدا بقى اتدرب، وروح اقرا احمد خالد توفيق، وروح نجيب محفوظ وافهم. فما ينفعش ينظم كده حصتين في اليوم، يرجع يريح ياكل مكتبه يذاكر اللي اخد يوم بيوم. ونصيحه، يحل مش في نفس اليوم، لا اتقل يومين ثلاثه عشان تقدر ايوه تقدر حضرتك بقى بعد يومين ثلاثه وانا فاكر حاجه ولا خلاص راحت، فبيبقى زي ريفرشمنت للمايند بتاعه ان هو يجي يحل يفتكر اللي هو اخد. دكتور جوزيف مظبطهم في حصه ثانيه على ابلكيشن فري طبعا بالظبط. دي ميزه بقى الهايبريد سيستم، ان انت حضرتك عايز بقى الحل يا باشا، الحاجه مفتوحه، يلا لما تيجي تحل ابدا حل انت وتعالى اسمعني، ابدا حل وتعالى اسمعني. لو نسيت حاجه يعني صح. حصه ترجع تاني طبعا ده كده طلاب السنتر. كويس. الاونلاين ده بقى نصيحه لوجه الله، لا عليكم مصيبه الاونلاين. انا مقتنع جدا بفكر الاونلاين جدا، بيوفر وقت وفلوس وقعده مريحه كده جميله باللبس اللي هو عايزه، كوبايه الشاي كوبايه القهوه، ما لا يمنع من شويه اكل وشويه كده لذاذه الحساسه في البساسه كده جنبه يعني، ده شغاله. بس هو عنده مصيبه التراكم. التراكم فعلا. حضرتك مستر شريف قلت معلومه، ممكن حصه مجهده شرح وحل ممكن تصل ل 10 ساعات حصه، مش بقول بقى ده النظام العادي. لو هو راقمها مع الحصه اللي وراها والعاديه 3 4 ساعات، الواد ده عنده 14 ساعه. 14 ساعه بس يعني الفندق بس، ده كارثه. احنا عندنا بنتكلم في 5 مواد، احنا بنتكلم مثلا في حوالي 60 70 ساعه. لو الاسبوع لو قعد 24 ساعه على الكمبيوتر مش هي خلاص عينيه راحت. صح خلاص عينيه راحت. فارجوك ما تراكمش. كويس. حصل كالعاده، احنا بشر وبنغلط، راكمت يا عم الحق عوضها. يعني 1 ويك يعني خلاص ميكر بالظبط، قسمها عدد ساعات يا عم. حصه جوزيف دي مثلا كام ساعه المره دي؟ 6 ساعات شرح وحل، حلو. طب ما تقسمها 3 في 3، خلصت منها خلصت. الماث لو انت علم رياضه ربنا يعينك لانه بيديك الواجب الواحد 300 مساله، ووجع دماغ كبير قوي يا عم، قسمها 100 في 100 في 100. فاهم حاجه عدم التراكم، المتابعه، يكون امين مع نفسه. ولي الامر معلش احنا هنتابعك ومسجات يعني، بص موبايلك فاضي المساحه، كل شويه يجي لك رساله للكويز ورساله للهوم ورك، والراجل ده بيعمل ايه وقعد في الحصه قد ايه. تابع برضه مع ابنك اونلاين، لان ساعات غصب عنه بيسرح، دي برضه مشكله. فانت قاعد اونلاين مركز، ده روعه. انت متخيل ان جوزيف او اي مستر اكس له الاحترام بيكلمك انت شخصيا، قاعد معاك عمال يعيد ويزيد ليك، بيكلمك انت، احلى من البرايفت. البرايفت ده ممكن تسرح. انت هنا جوزيف قال حاجه انا ما فهمتهاش، طب ما ترجعه. النظام رائع، بس مشكلتنا التراكم، السرحان، الموبايل يا باشا، وهو عمال ياخد بقى الجوزيف وصور ايه هيطلع حته كده وهو بيقول يا لوكس. ماشي هننبسط وهنضحك مع بعض. ما شاء الله عليها. انا هفتح نفسي اصلا يعني، انا هروق لك الحته دي. لا، طالما هتذاكر جد اقعد جد. خلصت الحصه في حته يعني عجبتك لطيفه جميله، يا عم خدها بقى ريل ولا ستوري، اوكي، لكن مش في وسط الحصه. هتتابع، هتنتظم، مش هتراكم. صدقني الاونلاين ده هيوصلك لدرجات انت لا تتخيلها. واللي يشوف اوائل الجمهوريه السنه بتاعه 23 هيلاحظ ان مع اساتذه اجلاء كتير كان اونلاين سيستم من اول يوم لاخر اليوم. فده نظام كويس، بس لازم احنا نتابع فيه بوستري. طيب هو كده طلب اليوتيوب تنصحه بشكل عام؟ يوتيوب بص بقى، انت ما شاء الله من مشاهير اليوتيوب. ربنا يخليك. يعني احنا فعلا اليوتيوب ده كان فتحة خير علينا كده، وحاولنا بكل الطرق ان احنا نساعد الناس بالمجان للمنهج كله. وفعلا الحمد لله الاورجانيك كيمستري بلاي ليست بيتابعها من غير اي غرور. بس الشباب ممكن تشوف الكومنتات، ناس من لبنان وناس من العراق والصيادله، ويعني كان في عروض ان احنا نروح هناك، بس انا متخلف قعدت هنا للاسف يعني. هينبسطوا جدا. فاليوتيوب انت هتعتمد، لان احنا صراحه مع شباب اليوتيوب لازم اميز طالب المنصه. وصدقوني يا جماعه اي حد عنده مشكله احنا بنراعي كل الدنيا. احنا عارفين ان دلوقتي حتى اسعار الكتب الخارجيه نار. في تحب تقول لو حد عنده اي حاجه يتواصل مع منصه سيجما اكاديمي، تمام. واحنا هنظبطه، بس هنشترط عليه الالتزام. يعني احنا هنحط ارقام دلوقتي، الارقام دي لو حد عنده اي ظرف هنخص رقم معين للظروف. صح كده، وينضم او ينضم. فاحنا مشكلتنا مش مشكله فلوس، مشكله تنظيم. ولازم طبعا اي حد بيدفع حاجه يبقى لازم ياخد خدمه مختلفه عن الغير. فانت هتعتمد على مصدر انك انت بتذاكر الشرح كويس جدا وبتبدا تحل. مثلا كتاب من اسئلته تقيله زي ما اتفقنا، كتاب المعاصر، هتلاقيني انا بحله لك مراجعه على كل باب، تابعها معايا. بس انت لازم يكون ليك مصدر اساسي تبدا فيه في الشرح.
لازم توفره لنفسك، سواء انت هتروح سنتر تابعني اونلاين، هتاخد برايفت، هتتابعني انا في حل الاسئله، هتعتمد على حد من الناس المشكوره اللي منزله المحتوى كله مجاني وتتابع معايا، انت كده اخدت الباكج كامله يعني. كويس، ربنا يبارك فيك. طيب قول لنا كلمه اخيره بقى خالص للدفعه بشكل عام، دفعه 24 اللي هي دلوقتي منتظره في زمن جديده، وخلاص تحس ان حد بيزقه على هويه. قول لنا كده ايه، انت عارف ان احساس ده واحد بيراجع ورا كده لورا ساعات بيزق، قول لنا كلمه كده تخلينا ايه يعني انط وانا عندي ثقه بس ونختم بيها يعني. تمام. لا، دفعه 24 انا متفائل بيها خير جدا كويس جدا. انا عايز اوجه لهم كده بس نصيحه، ارجوك ما تعيش عيشه غيرك. كويس. يعني ربنا كده حاله لوحده. حالة لوحدك، ربنا كاتب لكل واحد حياته ومخططها له، وفي حاجات لا يتوفق فيها وفي حاجات بيتوفق فيها. كويس. ومالكش دعوه باللي حصل ب 23، ده درس لينا عشان ننتبه ونصحح من نفسنا ونطور من نفسنا. خش بمزاج عالي بالراحه، مش عايزك تخش جامد قوي قوي قوي، فبنيجي العيال يا عيني في المراجعات ان هي مش قادره، مع انه طالب طول السنه عبقري، بس هو خلاص طاقته خلصت. خش بالراحه، بقول لك ذاكر بس بالراحه بهدوء. اول حاجه المفروض يعني كنت اقولها، وانا اسف ان انا ما قلتهاش، رقم واحد استغل الثانويه العامه دي انك تظبط علاقتك بربنا. ده رقم واحد، متظبطه، انت مش بتحس انك كلها حاجات معنويه، تلاقي حياتك وسلامك من جوه قاسي بسيطه جدا. بسيطه، في سلام كده، في الدنيا عماله تضرب زي ما انت بتقول ورانا ضرب، بس انت حاسس ان ربك معاك مش سايبك. علاقتك بالبيت ده يعني دعاهم بيغير كل حاجه، بيغير معنى الكلمه كل حاجه. هتظبط الاتنين دول، داخل بانتظام بالراحه، بتتدرب، بتحل اسئله كتير. ارجوك كفايه شرح، الشرح الكتير ده مش مناسب مع النظام الجديد. انت يعني بنشرح عشان تفهم الفكره، طبق كتير، هتطبق كتير دماغك هتتفتح، زي بالظبط اسئله الاي كيو في الانترفيوهات اللي بتتعمل لنا في الشغل. الاي كيو ده بيقيس ايه؟ هو دماغه دي واصله لغايه فين، فالحل الكتير هيظبطه. فما تعيش حياه غيرك، اجتهد من اول يوم بهدوء، علاقتك بربنا، علاقتك مع اسرتك والبيت، وخلي من جواك كده دايما في نزعه خير. انت ما تقعدليش باصص على اللي جنبك بيعمل ايه، درجاته كام، بص يالا ده موس شغال وبيضحك علينا وقال ايه، بيقول لك يلا على القهوه 11 بالليل. سيبك من الناس، ما هو ما حدش هيديك الدرجه، خلاص مش هديك درجتك. اعتمد على نفسك وان شاء الله ربنا هيكرمك. وانا هسميهم دفعه، يعني هسمي الدفعه دي بصراحه لما فكرت فيها كده هسميهم دفعه العوض. العوض مش عليه العوض، لا، العوض اللي هو بعد السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت احنا فعلا في هذه الماده محتاجين فعلا العوض، عوض من ربنا، ان فعلا الامتحان يجي مناسب. معقول ان كان فيه غشامه جامده قوي مش متناسبه مع الوقت، فربنا يعني يعوض عليهم خير. واي حد كان عنده مشكله شخصيه كده ربنا يعوض عليه بالخير، ان الثانويه العامه تكون احلى الدرجات، احلى مجموعه، وان شاء الله احلى كل. انت يا دكتور جوزيف هتشوفه على الستيج بتاعه اهو يا باشا كده، ده حبيبنا، ده بريكنج باد، ده يا لهوي في شويه شغل. لا ان شاء الله عندنا في اليوتيوب هتنزل لكل مصر، سواء طالب سنتر طالب اونلاين، الخميس 24/8 هيكون نازله المحاضره التاسيسيه، ودي هنراجع الحاجات اللي محتاجينها لمنهج ثالثه ثانوي. كويس، دي حصه مهمه جدا كل الناس هتشوفها جدا. 24/8. اي طالب فاكر ان هو في الكيمياء او ساينس، بقى هرجع معاه من ساينس اولى اعدادي ما بيعرفش يكتب الرمز الكيميائي، لا يا باشا تعالى لي ابيض، بس اشتغل معايا الحصه دي، هتخش شابتر 1 وخلال السنه تربو زي الفل. حلو جدا، تبدا بقى الحصه العاديه بالظبط. الخميس اللي وراه خلاص طالب المنصه جاهز، عندك اول حصه في منهج الثانويه العامه ليسون 1 شابتر 1، زي بقى السيكونس اللي اتكلمنا عليه. خلاص بقى الكام يوم دول هم يتبسطوا بقى فيه وان شاء الله. بالظبط كده. شكرا يا دكتور جوزيف، وان شاء الله يعني تفضل متالق دائما كده. ربنا يخليك يا مستر شريف، ميرسي. السلام عليكم. وعليكم السلام.